أزمة سياسية خانقة تدخلها الحكومة التونسية المؤقتة حتى قبل أن تبدأ عملها في ظل رئيسها الجديد الباجي السبسي، وقد لا يشفع للرجل استجابته المبكرة لمطلب إنشاء ما بات يعرف بالهيئة العليا لحماية الثورة. الجدل إزاء الخطوة كان وراء موجة الاستقالات المتتالية التي أعقبت تنحي الغنوشي، وسط مخاوف البعض من أن تكون الهيئة التي يجري التشاور حاليا بشأنها سلطة فوق السلطة. تحفظاتنا هي ليست في مبدأ وجود هيئة واسعة تحمي ثورة وتضمن تحقيق أهدافها. تحفظات تتعلق فقط بأن يعطى لها صلاحيات تقريرية بمرسوم رسمي، أي أنها تصبح هي السلطة القيادية للبلاد. المتظاهرون المعتصمون في حي القصبة لا يخفون توجسهم من أن تكون الهيئة العليا لحماية الثورة والمواطنة كما أريد لها أن تسمى مطية لركوب الانتهازيين والطامعين. من الشباب والتف حولها الشعب من أجل الكرامة والحرية ومن أجل الحق في الشغل، ولكن هنالك عديد الأطراف بعد 14 جانفي الفارط حاولت الركوب على هذه الثورة، أطراف نقبية، أطراف سياسية، أطراف حقوقية. ولا يعرف على وجه الدقة من يتحدث باسم من، والحل بحسب المراقبين لن يكون بالاجتثاث أو بتصفية الحسابات، وإنما بالحوار وزرع بذور الثقة بين السياسيين الوطنيين والثائرين الحقيقيين. ومنطق التاريخ يقول إن الناس في الثورة ثلاث: منافحون من أجلها، ومناوئون لها، ومتسلقون عليها. والحالة التونسية ليست بدعا أو استثناء. محمد عبد الله ممين، العالم، تونس.